الممثل ده دايما في حاجز بيني وبينه، ورغم ان هو ممثل ومخرج ومنتج وحائز على جائزه اوسكار، لكن دايما في حاجه في اعماله مش مظبوطه. ايه هي؟ لسه ما اعرفهاش. توصلنا للوقت. اهلا على سلام في قصه ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ نجم النهارده بين افليك، وفيلم النهارده هيبنوتيك. Where is she? What makes total strangers pull off an elaborate bank heist? Are you familiar with the concept of hypnotics? Hypnotics have the ability to influence the brain, sound, voice, locking eyes. Hypnotics use them to make you see a version of the world that doesn't exist. I have to know everything. Why me? Why my daughter? What you're seeing isn't real! الفيلم بيتكلم عن ضابط بنته اتخطفت من 4 سنين ومش لاقيها، في نفس الوقت جاله بلاغ ان في عمليه سرقه بنك هتتم خلال ساعات، وتحديدا خزنه برقم معين جوه البنك. فقرر الضابط ان هو يخش ويفتح هذه الخزنه تحديدا، ولقى صوره بنته. والاهم من كده ان سرقه البنك كانت عشان الصوره دي، والسرقه تمت بشكل غريب لان المشتبه به بيقول للناس بعض الكلمات فبيسمعوا كلامه فبينفذوه بالحرف الواحد لدرجه القتل او الموت. الموضوع مش تنويم مغناطيسي، الموضوع زراعه واقع افتراضي في دماغ الناس عن طريق كلمه او نظره معينه او حركه لا اراديه. دي تقريبا قصه الفيلم. فيلم اكشن خيال علمي، والفيلم على كم المغامرات اللي فيه. فيلم مليان صدمات حتى النهايه الصادمه الكبيره. لكن المشكله دايما بالنسبه لي هي بين افليك، لان بين افليك بحس ان هو راوي الفيلم، بحس ان هو ملوش دور. بروده الشديد في التمثيل مش محسسني ان هو موجود في الفيلم، لدرجه ان في فتره في الفيلم انا مش عارف اقفل لان انا مش طايقه ولا اكمل لان الاحداث حلوه جدا. ودايما بحس ان الافلام بتاعت بين افليك كويسه جدا وافكارها حلوه جدا، لكن وجوده هو اللي بيعمل عائق. فكره فيلم اكاونتنت كانت فكره لطيفه جدا، ان محاسب وفي نفس الوقت قاتل مأجور عنده توحد، فهي فكره حلوه. لكن بين افليك بارد جدا، مش محسسني ان الفيلم حلو. حتى بيتشيك زمان كان من الافلام اللي كانت جامده جدا، لكن برضو بين افليك تحس ان هو ما بيتحركش كتير. يعني انا شايف احسن دورين لبين افليك هو كان فيلم ارجو وجان جيرل، لان الشخصيه اللي مكتوبه شخصيه غامضه جدا وبارده جدا ومش مطلوب ان هي تعمل اي رياكشنز، اللي هو الفريم المظبوط على بين افليك. فالمشكله على قد ما الفيلم عاجبني لكن مش عارف ارشحه ولا لا للناس. الفيلم حلو بس تحس ان في حاجه غلط. هل الموضوع بين افليك بس ولا لا؟ يعني مستني رايكم في الفيلم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟